اتوبيس هيئة النقل العام تذكرته بقت ب9 جنيه. انا ما عنديش مشكلة، يوصل 9 يوصل 10 عادي، ما ده الطبيعي في الشارع. انا مشكلتي دلوقتي ازاي نط من جنيه ل9. انا كنت بركبه بجنيه وانا صغير وما كنتش بدفع. امبارح اروح انا وصاحبي نركب من الجيزة لحد مشعل وربنا الواحد ب9 جنيه. يا كفار يا ولادي، يا اللي ما عندكوش دم ولا عندكوا دين ولا عندكوا رحمه. انا بناشد الناس انا بتكلم دلوقتي المواطنين اللي هم العاديين، ولا ليا دعوه ولا بحكومه ولا المسؤولين. الناس دي ما ذنبهاش حاجه، اللعب كله مننا فينا احنا اللي ولاد. تمام؟ ويعني ايه اروح اجيب رغيف حواوشي الاقيه ب35 جنيه؟ ها؟ ده انا ما بقتش عارف اكل شويه مكرونه. يا كفره يا كفره اللي ما عندكوش دين. خلاص ما بقاش فيه ضبط وربط، كل واحد بقى بيسعر حسب دماغه. ايه غصب عنكم، ما حدش بيقول لكم انتوا فين. كان المفروض اللي يرفع ربع جنيه على المواطن الغلبان، بس المشكله اللي بيرفع هو المواطن اللي زيه. كان المفروض الساحل يجي من قفاه كده ويقف في مكانه وكل التليفونات اللي واقفه تتفرج وتصور ويبقى عبره لكل الناس. انما يلا ميغا تخش السوق تلاقي بتاع البطاطس مسعر ده ومسعر ده غيره، وده مسعر غير التاني وده مسعر غير التاني، والبقال كل واحد بسعر ومش عارف. والمشكله الكبيره ان المنتج قل وسعره انا عايز اعرف في دوله في العالم بيحصل فيها اللي بيحصل عندنا ده؟ يعني ايه ادخل اجيب حته الحلاوه اللي كانت بجنيه، الحلاوه الطحينيه، الاقيها دلوقتي ب3 جنيه والمصحف واقل من اللي كانت بتلق في البتاع كده في الكيس بتاعها؟ يا جدعان عيب بقى يا جماعه، ما ينفعش والله.